مساء الخير عليكم او صباح الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. انا دايما بحب انشر فيديوهات الصبح بدري عشان الناس صحابي اللي بداوا يعملوا تو ليست لنفسهم وبيصحوا بدري يتفرجوا عليا اول اليوم. مش معنى ذلك ان الناس اللي بيتفرجوا بالليل لا. مساء الخير يا فندم، اهو اهو. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا حبيبه ودي قناه مارشميلو وبنقول فيها نصايح لبعض بسيطه كده. نفيد بعض في الشغل وبيجيلي افكار حلوه قوي من الكومنتس. او اسئله بتخليني بتفتح مخي على حاجات كتير، واي سؤال بيجيلي في كومنتس انا بعمل ليه فيديو على طول. فحلقه النهارده بنتكلم فيها عن ايه الاسباب اللي بتخليني انا بعمل شغل كويس بس مش عارفه ابيعه. ليه مش عارفه احقق مبيعات مع ان انا شغلي كويس؟ الموضوع ده ليه 6 اسباب، هنتكلم عليهم من سبب واحد لسبب 6، وهنمشي مع سبب 6 مهم جدا جدا. هيبقى اخر الفيديو، كملوا معايا للاخر. ولو الفيديو عجبكم في الاخر بعد ما تتفرجوا عليه كله لو عجبكم ما تنسوش اللايك. اول حاجه يا جماعه التسعير الغلط. اول حاجه بتخلينا ما نبيعش على صفحاتنا صفحه فيسبوك باسم مميز مختلف، عشان ده هيفيدنا في النقطه رقم 6. بنسعر غلط. تسعير غلط من ناحيتين، يا اما التسعير قليل جدا جدا فالناس بتقول ازاي حاجه بالشكل اللي هي حطاه ده انا بالسعر ده، اكيد في حاجه غلط، اكيد الخامه دي هتوبر، اكيد اللي مش هيجي لي زي الصوره، يمكن صغير ده هيطلع صغير مش زي الصوره. بيكبروا الحاجه وتبان كبيره. دي دماغ العميل، لازم تحطي نفسك مكان دماغ العميل. او السعر اوفر قوي فهو نفسه فيه بس مش عارف يوصل له. انت تقدري تبيعي بسعر اوفر قوي في حاله واحده فقط، اللي هي ان مفيش غيرك متشاف، او الحته دي ما حدش بيعملها غيرك، يعني مميزه، حاجه تكون مميزه جدا، سر الخلطه زي ما بيقولوا عندك، فبالتالي انت بيعي بالسعر اللي يريحك، معكيش منافس. ودي كانت اول نقطه بتخلينا ما نبيعش. النقطة رقم 2 التسويق الغلط. يعني ايه التسويق الغلط؟ يا ست حبيبة هانم، الدعاية والاعلانات غالية علينا واحنا مش عارفين نبيع، مش عارفين نعمل اعلانات او خايفين نخاطر. اولا اللي ما عندوش قلب ما عندوش رزق يا جماعة. اوكي، دي اول حاجة. بعيدا بقى عن التسويق، احنا بنسوق غلط ازاي؟ بنعمل حاجات بندمر بيها الصفحة. اول حاجة بنبعت دعوات للناس تعمل لنا لايك، كلهم اللي بيشتغلوا كروشيه. فالفيسبوك بيفهم على طول ايه؟ ان هو هي دي الفئه المستهدفه بتاعتك. بيبدا يبعت البوست اللي انت بتحطيه للناس اللي شبه اللي حاطين لك لايك، فبالتالي انت كده بتعصري دماغك وتموتي عشان تجيبي افكار كويسه وبعدين توزعيها بالمجان على المنافسين. فدي غلطه. لما تيجي تحبي يكون عندك ناس عاملين لايك بيج لازم يكونوا ناس حقيقيين بيبيعوا ويشتروا، مش صحابك اللي بينقطوكي بنقطه اللايك عشان ترجعي تردها لهم بالنقطه ان شاء الله في كب الكتاب. في فرح بنت خال العمده ما ينفعش خالص. اوكي. الحاجات التانية برضو في التسويق الغلط ايه هي؟ يعني احنا بناخد شير من الصفحه على جروبات الكروشيه. يا جماعه ده انت بتروحي بتقول لهم تعالوا لي، تعالي لي ليلي يا حبيبي تعالي لي. ايه يا اخويا ده؟ لما هتشيري من البوست بتاعتك من الصفحه بتاعتك على جروب، يبقى جروب ايه؟ جروب سيدات المعادي، جروب سيدات مدينه نصر، جروب سيدات التجمع. الناس اللي بتشتري يا ستي دي الدعايه اللي ببلاش على البليس ماركت، علشان دي الدعايه اللي ببلاش اللي ممكن يجيلك منها ربنا يرزقك منها باوردر، تكسبي عميل كويس، من العميل ده يجيب لك عميل، فانت حركي نفسك، تقفيش محلك سيرك وتعملي حاجات غلط. دي غلطات شائعه جدا في التسويق الغلط. والتسويق الغلط دوت انا مريت بيه، التجارب دي انا الغلطات دي انا عملتها. يعني انا مش بقول لك ان انا بقى ايه جاي من كوكب اخر، نو، انا عملت الغلطات دي بس اتعلمت منها، وعشان دي غلطات في صميم الشغل وكل الناس عايزه تشتغل، فانا حبيت الفت انتباهكم للنقطه دي بالذات. ودي كانت تاني سبب. تالت سبب ان احنا مش عارفين نبيع كويس، ان احنا ما شاء الله هوبا واحد قام عمل الكوشن دي النهارده، الكوشن دي فرقعت، يلا مصر كلها تفتح محلات كوشن النهارده، خلاص مش هنعمل الا كوشن خلاص. يبقى كل اللي بيشتغلوا كروشيه بيسالوا على الباترون ده، كل اللي بيشتغلوا كروشيه بيدوروا على الفكره دي. جيتش اللي خمني الباترون من فضلك، الطريقه لو سمحتي. ليه يا جماعه كلنا كوبي بيست من بعض؟ ليه؟ سرشي، اعملي لنفسك تغذيه بصريه. التغذيه البصريه دي بتفيدك في حاجات كتير جدا، في اختيار الوان المشروع بتاعك اللي انت بتعمليه، في فكره جديده بقى تطرقع معاكي وتبقي انت نمره واحد اللي الناس تقلدك. انا شخصيا بعمل كده، انا بخش اشوف كل الجروبات بتعمل ايه عشان ما اعملش زيهم، عشان ادور على حاجه مختلفه تماما عنهم، ادور على الصعب.
وادور على اللي بيعمل الصعب قبل ما انشر الصعب. هي دي الحته. خليكي مميزه زي ما قلت لك، مميزه باسم صفحتك مش مكرر، مميزه بشغلك، معروف ان اول ما يظهر فلانه ده شغل فلانه، اوكي. بافكارك بدماغك، شغلي نفسك، نشطي نفسك. نسبة النجاح في مشاريع الكروشيه قليلة لأن كلنا شبه بعض، كل الناس شبه بعض. لا، اطلعي بره القبيله دي، امشي براها، اوت، طلعي لنفسك زي ما قلت لك. سيرش كتير، ريسيرش كتير، بنترست والمواقع اللي شبه كده، يوتيوب، اشتركي في قنوات الاجانب كلها. انا بجيب افكار من قنوات اليوتيوب الاجنبيه، اتفرجت على اكتر من 100 مليون فيديو من يوم ما بدات اشتغل. حتى لو الفكره دي مش هتنجح عندنا، بجربها، ما يمكن تكون انا اللي هفتح لها سكه. اوكي. رابع سبب ان احنا مش بنرتب اولوياتنا، مش بننظم اولوياتنا. للمره المليون وال2 مليون وال3 مليون اقول لكم، ترتيب الافكار عليه عامل مهم جدا 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 من نجاحنا في البيع والشراء. ازاي؟ التو دو ليست. انا عندي حاجات كتير مهمه لازم اعملها النهارده، ابتدي بالصعب، اكتب كل الحاجات، ابتدي بالصعب، الاولويات. انا لازم اطبخ النهارده، ولازم اغسل، ولازم انشر، ولازم اصلي، ولازم اقرا الورد، ولازم اقول اذكاري، ابتدي بيهم. خلصتهم بقى عندي وقت كبير لنفسي، يلا بقى بدور على الفكره، يلا النهارده دورت على الفكره، وبكره جهزت خاماتها، بعد بكره انا شغاله خلاص. يعني لازم تكوني مرتبه اولوياتك عشان تدي لنفسك وقت لنفسك. وقتك بتاعك ده اللي هو الوقت الخاص بيكي، اللي هو انت تقعدي كده على جنب، تصفي دماغك، كوبايه النسكافيه بتاعتك، بلاش انا ما بشربش النسكافيه، واحد بيبسي، وظبطي كده نفسك واظبطي ادائك، ويلا بينا ونتكل على الله كده ونشتغل. بس لازم تنظمي اولوياتك عشان يبقى عندك مساحه كافيه من وقتك لشغلك. نمره 5، ان احنا ما بنعملش لنفسنا شخصيه مستقله. يعني ايه؟ يعني لازم تخلي نفسك مميزه بشغلك، بطريقه كتابتك للبوست. يعني انا مثلا عندي هبه شغاله معانا في الشنطه الورده والسليبر، وانا ماشيه كده على الفيسبوك من غير ما اشوف العلامه بتاعتها، من غير ما اشوف اللوجو بتاعها، انا عرفت ان دي هبه على طول. مش من طريقه التصوير، من الكونتنتس اللي مكتوب، من حاجات كتير. يعني هي مميزه بالنسبه لي، انا بعرفها على طول. طبعا العالميه رانيا بعرفها على طول، رانيا خالد، خلاص انا عارفه هي بتعمل ايه. الناس دي بتبذل مجهود رهيب ورا الكاميرا عشان تطلع صوره جيده، محتوى كويس. الكونتنت دي، الكلام اللي بيتكتب ده اللي بيفهم الفيسبوك الخوارزميات توديكي فين، تودي حاجتك دي فين. الكونتنت ده دلوقتي بيتعمل بجي بي اي، على بالذكاء الاصطناعي. يعني انت لو الجي بي تي، لا مؤاخذه، بالاي اي على الجي بي تي، تخشي عليه تقولي له انا عايزه فكره باللغه المصريه، بالعربيه المصريه، اللغه الدارجه، علشان عن الفكره دي. بيطلع لك كلام انت مش بتنقلي كوبي بيست، انت بتحركيه بناء على طريقتك انت اللي الناس متعوده عليها منك. يعني شخصيتك في بوستك، شخصيتك في صورك، شخصيتك في ادائك، تخلي الناس عارفاكي. خلاص انا عارفه ان دي سين من الناس. صفحتك المميزه، باسم صفحتك المميزه. يعني ما تقوليش هند كروشيه وفتحيه كروشيه ودوله كروشيه، نو، ولا كروشيه اصلا، ولا كرافت اصلا. دوري على حاجه متميزه تسمعي بيها، تبداي تعرفي بيها، وبعد كده تبدا تنتشر. وده له علاقه باخر نقطه، رقم 6، وهي اهم نقطه، بيرسونال براند. البيرسونال براند ده حاجه مهمه جدا 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 في البيع، في حركه البيع. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي سميتي الصفحه باسم مميز، انت دلوقتي مميزه بمنتج مختلف، انت دلوقتي مميزه بالوان وحركات مختلفه، انت دلوقتي شاطره في كتابه الكونتنتس بتاعك، ظهرتي بقى بنفسك. دي اخر خطوه، لازم تظهري بنفسك. اي حد بيظهر بمنتجاته الناس بتربط، الناس مرتبطه بالعلاقات الانسانيه، مش آلة. مش هو ده بكام؟ ده ب1000 جنيه، طب شكرا العفو. لا،
الناس مرتبطه جدا، الارتباط العاطفي دوت ممكن حد يكون بيشتري مني وهو مش محتاج المنتج، بس بيحبني، بيحب طريقتي، بيحب طريقه عرضي، بيحب، عارف التجربه بتاعته عامله ازاي. يعني الناس اللي بتخش اسمه ستاربكس، اسمه ستاربكس، ايوه ده، بتخش تقف على بحب التجربه، انا عن نفسي بحب التجربه. بخش الاول بيقول لي اسم حضرتك ايه، بقول له اسمي مع انه ملوش علاقه بالمشروب اللي انا هشربه، بس بعد كده لما بينادي عليا اعرف ان الدرينك بتاعي جاهز. انا بحب التجربه، انا بحب اروح هناك مش عشان هم احلى قهوه، بالعكس انا بحب اروح هناك عشان التجربه حلوه. مش بقصد طبعا ستاربكس بالذات، انا اقصد ان التجربه بتاعتك لازم تكون مميزه. يعني انا لما ابعت للعميل حاجه من عندي كاتبه عليها من حبيبه مارشميلو لكل عملاء مارشميلو، او من حبيبه مارشميلو الى على الثانكس كارد الى الاستاذه هبه مثلا كذا، دي حاجه من الخصوصيه. لما تفتح وتلاقي الاوردر ريحته تحفه، دي تجربه حلوه. لما تفتح وتلاقي كادو لطيف، دي حاجه حلوه، دي التجربه، ده البيرسونال براند، ده اللي بيوصلك لاكبر مبيعات ممكنه. الموضوع من غير دعايه بياخد وقت، ما اقولكيش لو انت هتعملي بدعايه هوبا لوبا هتنطي بسرعه، لكن من غير دعايه هياخد وقت. لو انت معكيش امكانيات تعملي دعايه الموضوع هياخد معاكي وقت، بس انت وراكي ايه غير انت انك تحققي حلمك. انا عايزه اشتغل، عايزه يبقى عندي حاجتي، عايزه ابان، عايزه ابقى عندي دخل خاص، عايزه اشتغل، انا شاطره، انا شاطره وفنانه وبنتج وبعمل حاجات حلوه. عندي 70 سنه بس عايشه، بدل قايمه الصبح وبتنفس وباكل وبشرب وبصلي وبعمل وبنزل وبروح السوق وبرجع وبقعد على الفيسبوك اغلس على الناس والناس تغلس عليا، يبقى عندي وقت. خلاص، بدل انا عايشه، بدل انا موجوده، يبقى انا بنتج، وبدل انا بنتج يبقى انا اظهر نفسي، وبدل انا عايزه اظهر نفسي يبقى انا ما فيهاش اي حاجه لما اعمل مجهود. ما فيش حد بينجح بالسهل، هو حد يضحك عليك ويقول لك النجاح سهل، استحاله. النجاح محتاج مجهود، محتاج مثابره، محتاج خطوات تتعمل غلط وترجع تتصلح. وانا والله بامانه، بمنتهى الامانه بحاول اقول لكم ايه كل الحاجات اللي تساعدكم ان انتوا تقفوا على رجليكم. ويا رب ما اكونش تقيله عليكم، يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك، وبحبكم كلكم.